يوم الخميس 28 أغسطس سنة 2014 كاميرات المراقبة جابت أليس جروس وهي ماشية على جسر نهر برينت ومتجهة ناحية بيتها الموجود على بعد ميل واحد بس من المكان ده. وللأسف لقطات المراقبة دي كانت آخر مرة ظهرت فيها أليس على قيد الحياة. الشرطة عملوا عملية بحث كبيرة وكان عندهم أمل إن أليس ترجع للبيت كويسة، ولما يبدأوا عملية البحث بتاعتهم هيكتشفوا إن المجرم كان مخبي الضحية في مكان محدش يتوقعه. وعشان تعرفوا أحداث قصتنا وإزاي نهاية القضية كانت غير متوقعة بالمرة تابعوا معنا الفيديو. بس قبل ما نبدأ زي ما تعودنا ياريت كلنا نصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويصبرهم. أليس بوبي مادلين جروس اتولدت يوم 14 فبراير سنة 2000 وكانت عايشة مع عائلتها في مكان اسمه هانويل موجود في غرب لندن. أبوها وأمها كانوا خوسيه جروس وروزلين هودجكس. ألين كانت طفلة جميلة وكل اللي يعرفوها بيقولوا إنها كانت صديقة مخلصة وكمان كانت موهوبة في عزف الكمان وكانت بتحلم إنها تبقى مغنية لما تكبر. وفعلا في بداية سنة 2014 اشتركت في مسابقة غناء محلية اسمها باتل أو ذا باندز وكانت بتغني في المسابقة دي أغنية من كلماتها وألحانها. بس للأسف أليس مش هتلحق إنها تحقق حلمها رغم كل الأحلام بتاعت أليس، إلا إنها كانت بتعاني من الاكتئاب ومن فقدان الشهية. ولما والدتها عرضتها على طبيب نفسي كتب لها أدوية وطلب منها تعمل رياضة كتير لأن ده هيساعدها إنها تتحسن بشكل أسرع. عشان كده أليس كانت بتتمشى لمسافات طويلة في المنطقة المحلية وكانت بتعمل كده كل يوم تقريبا. ويوم الخميس 28 أغسطس سنة 2014 أليس خرجت من البيت الساعة 12:50 عشان تتمشى شوية لوحدها وودعت أمها وقالت لها إنها هترجع البيت قبل الساعة 6 مساء، والمفروض إنها لما ترجع البيت في اليوم ده هتلاقي والدها موجود في البيت وهو اللي هيجهز الغدا. كاميرات المراقبة جابت أليس وهي بتتمشى جنب محطة قطار وكملت رحلتها جنب مستشفى إيدن لحد لما وصلت لبرينفورد. وحوالي الساعة 3 العصر بعتت رسالة لوالدها بتسأله هو موجود في البيت ولا لأ، لأنها نسيت المفتاح بتاعها ومحتاجة إن حد يفتح لها الباب أول لما ترجع للبيت. حوالي الساعة 3:45 كاميرات المراقبة جابتها وهي بتعدي من على الجسر بتاع نهر برينت وكانت متجهة في الوقت ده ناحية البيت. آخر مكان ظهرت فيه أليس كان الساعة 4:26 مساء لما كانت ماشية على ضفة النهر، إنما بعد كده محدش يعرف عنها أي حاجة. حوالي الساعة 6 بالليل روزلين وجوزيف بدأوا يحسوا بالقلق على بنتهم لأنها أول مرة تتأخر عن ميعادها. عشان كده حاولوا يتصلوا بيها أكتر من مرة وبعتوا لها رسائل كتير وللأسف ما كانش فيه أي رد منها. وحوالي الساعة 7 مساء لما فقدوا الأمل إن بنتهم ترجع البيت لوحدها قرروا إنهم يكلموا الشرطة ويبلغوا عن فقدان بنتهم. أفراد الشرطة وصلوا لبيت أليس وأخدوا من أبوها وأمها كل التفاصيل اللي حصلت في اليوم ده، وبعد ما أخدوا كل أقوالهم بدأوا على طول عملية البحث عنها. الناس في المدينة لما عرفوا بخبر اختفاء أليس بدأوا على طول يطبعوا ملصقات كتير عليها صورتها ونشروها في كل مكان في المدينة، والأخبار بتاعت اختفائها اتصدرت عناوين الصحف المحلية. عملية البحث اللي حصلت كان فيها أكتر من 600 ضابط شرطة، ده غير العدد الكبير جدا من المتطوعين اللي كانوا بيساعدوا الشرطة في عملية البحث. الشرطة والمتطوعين كانوا ماشيين على نفس الطريق اللي أليس كانت ماشية عليه وكانوا بيدوروا على الطريق ده على أي دليل يساعدهم في عملية البحث. الشرطة كمان استعانوا بعدد من الغواصين عشان يدوروا في نهر برينت، بس كل ده ما وصلش الشرطة لأي نتيجة لحد ما أخيرا الشرطة قرروا إنهم يدوروا في كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق. وفعلا كاميرات المراقبة جابت أليس وهي ماشية على الجسر بتاع نهر برينت. الشرطة تتبعوا الحركة بتاعتها لحد لما شافوها في آخر مرة ظهرت فيها، وكل ده والشرطة مش شايفين أي حاجة غريبة قدامهم. بس الشرطة لما بدأوا يركزوا أكتر في كاميرات المراقبة دي لاحظوا إن في واحد كان راكب دراجة معدي من نفس الجسر اللي أليس كانت عليه بعد 15 دقيقة تقريبا منها. الراجل ده لفت انتباه الشرطة جدا لأن حتى لو مش هو المجرم ممكن جدا يكون شاهد مهم في القضية. الشرطة كانوا عايزين يعرفوا هو مين ده، بس الموضوع كان صعب شوية لأن الجودة بتاعت الكاميرات كانت قليلة شوية، لدرجة إن الشرطة قبضوا على 2 كانوا راكبين دراجات ومعديين من نفس الطريق ده، بس الاتنين قالوا إنهم ما يعرفوش أليس وما شافوهاش في اليوم اللي اختفت فيه
والشرطة سابوهم يمشوا لأن ما كانش فيه أي دليل ضدهم. مع مرور الأيام أفراد عيلة أليس بدأوا يفقدوا الأمل إن بنتهم ترجع للبيت على قيد الحياة. وبعد 6 أيام من اختفاء أليس، وتحديدا يوم 3 سبتمبر سنة 2014، الشرطة وصل لهم مكالمة من واحدة اسمها كاترينا بتقول لهم إن زوجها وأبو ابنها مفقود بقاله 6 أيام، يعني مفقود في نفس اليوم اللي أليس اختفت فيه. الزوجين دول كانوا عايشين مع بعض في شقة على الطريق كاسل بار، واللي على بعد حوالي 3 كيلو من المكان اللي أليس اختفت فيه. الشرطة سألوها عن اسم زوجها، وهي قالت لهم إن اسمه أرنيس زالكنز وعنده 41 سنة. المحققين اتعاملوا مع المكالمة دي كأنها بلاغ عادي عن شخص مفقود. ما كانوش يعرفوا إن المكالمة دي هي اللي هتكون سبب في حل لغز قضية أليس. يوم 3 سبتمبر سنة 2014 لما كاترينا اتصلت بالشرطة عشان تبلغهم باختفاء زوجها، الشرطة أخدوا كل المعلومات عن زوجها، ومن أهم المعلومات اللي عرفوها إنه بيشتغل في موقع بناء وبيروح شغله بدراجة لونها أحمر. الشرطة لما سمعوا الجملة دي افتكروا الدراجة اللي ظهرت في كاميرات المراقبة بعد ربع ساعة من مرور أليس على الجسر، وفعلا لما راجعوا كاميرات المراقبة مرة تانية شافوا إن في شبه كبير بين الدراجة دي والدراجة بتاعت أرنيس. الشرطة كانوا شاكين في اختفاء أرنيس، لأن غريب إن راجل عنده زوجة وطفل يختفي فجأة كده في نفس الوقت اللي اختفت فيه بنت عندها 14 سنة. ده غير طبعا إنه ظهر على نفس الجسر اللي هي كانت ماشية عليه بعد 15 دقيقة من ظهورها. عشان كده الشرطة بدأوا يدوروا على اسمه في السجلات بتاعتهم، ولقوا إنه اتقبض عليه سنة 2009 للاشتباه في الاعتداء على بنت عندها 14 سنة في مكان قريب من المكان اللي أليس اختفت فيه. الشرطة في الوقت ده بدأوا يفكروا في أرنيس كمشتبه فيه رئيسي في اختفاء أليس. الشرطة كمان بدأوا يدوروا في الماضي بتاعه عشان يعرفوا هو مين الشخص اللي هم بيدوروا عليه بالظبط. أرنيس زالكنز اتولد سنة 1973 في لاتفيا. عيلة أرنيس بيقول إنه كان شخص طيب ولطيف وما بيعملش أي مشاكل مع حد. أرنيس لما كان عنده 16 سنة كان بيشتغل عامل لحام في موقع بناء سفن، وكان شاطر جدا في شغله لدرجة إنه كان بيعرف يشكل أي حاجة من الخردة اللي موجودة في شغله. سنة 1994 لما أرنيس كان عنده 21 سنة اتعرف على بنت اسمها ريدت، واللي كانت معروف بإنها خجولة وما عندهاش أي أصحاب. وبعد أسابيع من تعرفهم مع بعض ريدت بقت حامل، عشان كده الاتنين قرروا إنهم يتجوزوا. ريدت كانت بتحب أرنيس جدا وكانت متحمسة للزواج منه، رغم إن أمها فيكتوريا كانت بتحذرها منه وكانت شايفاه شخص مش كويس. بعد فترة صغيرة من زواجهم أرنيس بدأ يخون زوجته، وما كانش حتى بيخبي عليها إنه بيخونها، ده كان بيكلم البنات التانيين قدام زوجته. ده غير كمان إنه كان مسيطر عليها بشكل كبير، وكان بيمنعها إنها تتكلم مع أي حد أو تخرج من البيت من غيره. ورغم إن ريدت كانت مستحملة طبعه والسيطرة بتاعته، إلا إنه كان شايفها إنها ما تستحقش إنها تعيش. عشان كده استخدم مهارته في تشكيل الخردة وقدر إنه يصنع مسدس. وسنة 1996 ضرب زوجته رصاصة في بطنها، بس من حسن حظها إنها ما ماتتش واتنقلت للمستشفى. أفراد الشرطة لما وصلوا عن المستشفى وسألوهم عن اللي حصل، قال لهم إن في واحد من عصابة كان راكب دراجة نارية ونزل ضرب نار بطريقة عشوائية والرصاصة جت في زوجته. ورغم إن هو كان السبب في اللي حصل، إلا إنه ما كانش فارق معاه أي حاجة، ورفض كمان إنه يتحمل مصاريف إزالة الرصاصة من جسمها. ولما والدتها كانت بتلومه قال لها لو عايزين يخيطوا الجرح والرصاصة لسه جوه أنا ما عنديش مشكلة. وبعد سنة بالظبط من المحاولة الأولى لقتل زوجته هيعمل محاولة تانية عشان يتخلص منها، وللأسف المحاولة دي هتنجح. سنة 1997 أرنيس أخد قطعة كبيرة من الفولاذ ومعاها سكينة مطبخ ودفنهم في حفرة صغيرة في غابة منعزلة عن الناس. وجنب المكان اللي كان سايب فيه الأدوات دي حفر حفرة كبيرة عشان يدفن فيها زوجته. تاني يوم قال لزوجته إنه اشترى دراجة نارية وعايزها تشوفها، وفعلا ركبت معاه العربية واتجهوا للمكان اللي هو حفر فيه القبر. وأول لما قربت من المكان ده ضربها ضربة قوية على راسها وطعنها بالسكينة أكتر من مرة لحد لما اتأكد إنها ماتت. ولما خلص الجريمة بتاعته رمى جثة زوجته في الحفرة اللي كان مجهزها وغطى الجثة بالتراب ودفن الأسلحة بتاعته في مكان تاني. بعد ما خلص الجريمة وقف قدام قبر زوجته اللي عندها 22 سنة وفتح إزازة كحول وقعد يحتفل بالجريمة اللي هو عملها. في الوقت ده أرنيس ما فكرش في بنته اللي عندها 2 سنين ولا فكر مين اللي هيربيها بعد ما يقتل أمها. كل اللي كان مسيطر عليه إنه كان بيفكر إزاي هيقتل زوجته، وعايز يتأكد إن المرة دي إنه مش هيفشل زي ما فشل المرة اللي فاتت. بعد يومين من الجريمة اللي عملها أرنيس قرر إنه هيكلم الشرطة
ويبلغهم بفقدان زوجته عشان يبعد عن نفسه الشكوك لو حد تاني هو اللي بلغ. ومن أول لحظة الشرطة كانوا شاكين إن أرنيس ليه علاقة باختفاء زوجته، عشان كده الشرطة وصلوا لعنده في البيت وطلبوا منه إنهم يفتشوا البيت قبل ما يبدأوا عملية البحث عنها. وفعلا لما فتشوا البيت لقوا مذكرات كتبتها ريدت بتتكلم فيها عن ال3 سنين اللي كانت عايشة فيهم مع أرنيس، وإنها كانت بتتعرض لسوء معاملة وضرب والإهمال. عشان كده يوم 9 يوليو سنة 1997 الشرطة قبضوا على أرنيس بتهمة قتل زوجته. ومن غير ما الشرطة يعملوا أي مجهود أرنيس قال لهم إنه هيعترف بكل حاجة مقابل إنه ياخد حكم مخفف. قال لهم كمان على المكان اللي دفن فيه جثتها والأسلحة اللي استخدمها، وكان متعاون جدا مع الشرطة لما سألوا أرنيس هو ليه عمل كده في زوجته، قال لهم إن زوجته كانت مدمنة كحول وإنه شافها وهي بتعتدي على بنته اللي عندها 2 سنين بس. طبعا الشرطة ما لقوش أي دليل على كلامه، وفيكتوريا والدة ريدت كانت بتدافع عن بنتها بكل قوة، وقالت إنه بيقول كده عشان يكسب تعاطف المحكمة ويتحكم عليه بحكم مخفف. فيكتوريا بتقول إن أرنيس عرف إن زوجته كانت بتخرج من البيت وهو مش موجود هناك، عشان كده كان فاكر إنها بتخونه وكان خايف إنها تهرب وتسيب له البيت، عشان كده قرر إنه يقتلها. في نظرية تانية بتقول إنه ممكن أرنيس يكون هو اللي كان بيعتدي على بنته اللي عندها 2 سنين وزوجته شافته، عشان كده قرر إنه هيقتلها قبل ما تقول لأي حد على اللي شافته، واتهمها بعد كده إن هي اللي كانت بتعتدي عليها. كنت عايز أعرف رأيكم إيه اللي كان مخلي أرنيس مصمم كده إنه يقتل زوجته. يوم 18 يونيو سنة 1988 أرنيس اعترف بالذنب في جريمة قتل زوجته واتحكم عليه بالسجن 12 سنة. 12 سنة بس في السجن، رغم ان الجريمة اللي هو عملها دي بيتقال عليها في القانون مع سبق الإصرار. يعني الراجل كان مجهز القبر بتاعها ومجهز الأسلحة اللي هيستخدمها وأخدها للمكان وبعدين دفنها وبعدين استنى يومين. كل ده بيدل ان هو كان مخطط كويس جدا للجريمة اللي عملها. الأغرب من كده ان أرنيس ما كانش عاجبه الحكم ده وقدم استئناف، والاستئناف بتاعه اتقبل والحكم بتاعه اتغير ل8 سنين بدلا من 12 سنة. أرنيس خرج من السجن بعد ما قضى 7 سنين بس في السجن. 7 سنين عشان قتل واحدة عندها 22 سنة ودمر حياة عيلتها كلها، لأن مش بس ريدت هي اللي اتأثرت، ده والدها كمان بقى مدمن على الكحول وحصل له انهيار عقلي ودخل مستشفى نفسية، وبعد فترة مات جوه المستشفى. أرنيس كمان لما كان في السجن ما سابش عيلة زوجته في حالهم، وكان كل شوية بيقدم طلب إن بنته ما تبقاش تحت رعايتهم. ومن ناحية عيلة زوجته فكانوا بيحاولوا يخلوا بنته تتأقلم معاهم وما جابولهاش أي سيرة على اللي حصل لأمها. بس لما كان عندها 7 سنين أصحابها في المدرسة كانوا بيتكلموا معاها عن اللي حصل، عشان كده اضطروا إنهم يقولوا لها على الحقيقة. سنة 2005 أرنيس خرج من السجن، وقتها كان عنده 32 سنة. ولما خرج من السجن قرر إنه هينقل لمدينة جديدة محدش يعرف عنه أي حاجة عشان يبدأ فيها من جديد. وفعلا أرنيس نقل لمدينة موجودة على بحر البلطيق وتعرف هناك على واحدة اسمها ليجا، واللي طبعا ما كانتش تعرف عنه أي حاجة. بعد فترة هو وليجا اتجوزوا وخلفت منه طفل، بس برضه كان بيعاملها بنفس الطريقة اللي كان بيعامل بيها زوجته الأولى، وبرضه هي كانت مستحملة ومكملة معاه. لحد ما في يوم سنة 2007 فيكتوريا قدرت إنها توصل لرقم والد ليجا وكلمته وقالت له على التاريخ الإجرامي بتاع أرنيس وإنه قتل بنتها. عشان كده والد ليجا هدده وطلب منه إنه يبعد عن بنته، وهو اضطر إنه يسيب المدينة وبدأ يدور على مكان تاني عشان ينقل فيه ويبدأ فيه من جديد. أرنيس استقر إنه هيسافر للندن، عشان كده استغل الاتفاقية اللي بتقول إن كل دول الاتحاد الأوروبي يقدروا يسافروا من مكان للتاني من غير إجراءات كتير، يدوب بس بيتأكدوا إنه مش من مرتكب الجرائم الجنسية وبعدين يسيبوه يدخل عادي. وفعلا أرنيس ما كانش موجود على قائمة مرتكب الجرائم الجنسية وقدر إنه يسافر للندن بسهولة. مش بس كده، ده كمان رجع مرتين للاتفيا من غير ما حد يوقفه، وكان بيسافر للندن مرة تانية من غير أي مشاكل. عشان كده أرنيس بدأ حياة جديدة في لندن، وخلال ال7 سنين اللي كان عايش فيهم هناك ما فيش أي حد ولا حتى الحكومة يعرفوا إنه عمل جريمة قتل قبل كده. سنة 2014 أرنيس اتقبض عليه في لندن بتهمة تخدير بنت عندها 14 سنة والتحرش بيها، بس لأن البنت دي كانت مرعوبة من اللي حصل معاها رفضت إنها تقدم بلاغ رسمي، وهو خرج من السجن. من وقتها وأرنيس ما ظهرش في أي جريمة وكان عايش حياته بشكل طبيعي. وفي أغسطس سنة 2014 أرنيس كان عايش مع زوجته كاترينا في شقة موجودة في الطابق السفلي على طريق كاسل بار الموجود غرب لندن. ولما زوجته لاحظت غيابه بلغت الشرطة إن زوجها مفقود.
يوم 4 سبتمبر سنة 2014، يعني بعد يوم واحد بس من البلاغ اللي قدمته كاترينا، الشرطة لقوا شنطة مرمية على الطريق والحذاء اللي أليس كانت لابساه قبل اختفائها. الشرطة في الوقت ده بدأوا يكثفوا بحثهم مرة تانية على أمل إنهم يلاقوا أي دليل قريب من الشنطة دي. عشان كده استخدموا كلاب بحث عشان يدوروا في المنطقة اللي اكتشفوا فيها الشنطة والحذاء، بس للأسف ما وصلوش لأي نتيجة. الشرطة ما كانش قدامهم أي حل غير إنهم يوجهوا أنظارهم أكتر ناحية أرنيس، وفعلا قرروا إنهم يفتشوا بيته وأخدوا من هناك الدراجة النارية بتاعته. الشرطة أعلنوا قدام كل الناس إنهم بيدوروا عليه لأنه مشتبه فيه في القضية، وطلبوا من الناس إن أي حد يعرف مكانه يبلغ الشرطة. ولأن الاهتمام بقضية أليس كان كبير جدا، فالقضية بتاعتها اتعرضت على برنامج مشهور اسمه كرايم واتش، ووالدة أليس اتكلمت في البرنامج ده وكانت بتطلب من المجرم إنه يرجعها للبيت. بس برضه كان عدى أسبوعين ومفيش أي أخبار عن أليس. The last 2 weeks have been completely heartbreaking. There's not a moment of the day that you don't think about Alice and where she is, what might have happened or why she might have gone missing. It's almost impossible to describe what that pain feels like, but we just want her to know, please Alice, if you're out there, come home. لحد يوم 30 سبتمبر سنة 2014، فريق الغواصين اللي بيعملوا عملية البحث في النهر لقوا جثة ملفوفة في أكياس ومرمية على عمق 3 متر تقريبا. الجثة ما كانتش مرمية في النهر بشكل عادي، ده في واحد نزل جوه النهر وحفر حفرة جوه النهر ده ودفن الجثة في الحفرة اللي عملها. جثة أليس كانت عارية تماما وكانت مربوطة من إيديها في وضع الجنين، وخبراء الطب الشرعي قالوا إن أليس اتعرضت للاعتداء وماتت عن طريق الخنق. الناس لما كانوا بيسألوا الشرطة هم ليه أخدوا وقت طويل جدا عشان يلاقوا جثتها، الشرطة ردوا بأن المجرم عمل مجهود كبير جدا عشان يخفي الجثة بتاعتها، لدرجة أنه قربت الجثة بجذع شجر كبير، ده غير الطوب اللي كان مربوط في عجلة عشان تغرق وما تطلعش لوش المية مرة تانية. الشرطة بلغوا عيلة أليس إنهم لقوا جثة بنتهم، وبالصدفة اليوم اللي اكتشفوا فيه جثة أليس كان يوم عيد ميلاد والدتها. الشرطة بدأوا يجمعوا كل الأدلة من على جثة أليس ومن الأماكن اللي حواليها، وأثناء البحث كان في عقب سجارة موجود قريب من المكان اللي لقوا فيه الجثة بتاعتها. بعتوا كل الحاجات دي للطب الشرعي، وكان عندهم أمل إن الحمض النووي الأرنيس يكون متطابق مع الحمض النووي اللي أخدوه من على جسم الضحية. الشرطة لقوا كمان إن الأكياس اللي كانت ملفوفة بيها جثة أليس كانت متطابقة مع الأكياس اللي كانت موجودة في بيته. ورغم إن الشرطة كانوا مقتنعين إن هو المجرم، إلا إن لحد دلوقتي كان عدى شهر من بداية البحث ولسه ما فيش أي أثر ليه. الأغرب كمان إن الشرطة لما كانوا بيتتبعوا الهاتف بتاعه لقوا إنه ما استخدمش الهاتف وما كانش فيه أي نشاطات بنكية. عشان كده الشرطة افترضوا إنه رجع مرة تانية للاتفيا، لأن ما فيش أي تفسير تاني لاختفائه بالشكل ده. الشرطة تواصلوا مع السلطات في لاتفيا عشان يسألوهم هل هو موجود عندهم ولا لأ، ولحد ما الرد يجي لهم قرروا إنهم يبنوا القضية ضد أرنيس حتى لو هو مش موجود. الشرطة اعتمدوا بشكل كبير على كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق عشان يعملوا جدول زمني للجريمة اللي حصلت، والهدف من اللي الشرطة بتعمله ده إنهم أول لما يقبضوا على أرنيس ما يضيعوش أي وقت ويتهموه على طول بجريمة قتل أليس. الشرطة بيقولوا إن يوم الخميس 28 أغسطس سنة 2014 تحديدا الساعة 3:45 العصر، أليس كانت معدية من على الجسر بتاع نهر برنت ومتجهة ناحية بيتها. بعد 15 دقيقة أرنيس كان راكب الدراجة بتاعته على نفس الجسر وكان بيسوق بسرعة 8 متر في الساعة. سرعة أليس كانت حوالي 3 متر في الساعة. وبحسبة بسيطة الشرطة لقوا إن أرنيس كان سبق البنت قبل ما توصل للمكان اللي لقوا فيه جثتها، واستخبى في المكان ده لمدة 8 دقايق لحد ما هي وصلت. وخلال الوقت اللي كان مستني فيه وصول أليس دخن سيجارة، والسيجارة دي اللي هم لقوها مرمية هناك بعد ما لقوا جثتها. أول لما أليس وصلت لهناك أخدها ناحية الأشجار واعتدى عليها وبعدين خنقها لحد لما ماتت. أرنيس أخد وقت طويل عشان يخفي الجثة بتاعت أليس. بعد كده أخد الشنطة والحذاء بتوعها ورماهم في المكان اللي الشرطة لقوها فيه. وحوالي الساعة 5:49 مساء كاميرات المراقبة جابت أرنيس وهو بيخرج من الطريق بتاع النهر ومتجه ناحية الشقة بتاعته وكان معاه شنطة. الشرطة بيتوقعوا إن الشنطة دي كان فيها ملابس أليس والموبايل بتاعها. أرنيس قعد في البيت مدة صغيرة وبعدين خرج مرة تانية الساعة 7:30 مساء وكان معاه شنطة. والشرطة بيفترضوا إن الشنطة دي كان جواها أكياس قمامة وحبل ومجرفة وأكياس بلاستيك. بعد كده دخل لمتجر اشترى من هناك إزازتين كحول، وصاحب المتجر بيقول إن أرنيس في اليوم ده كان ريحته وحشة
بس كان شكله طبيعي جدا وكان بيضحك وبيهزر معاهم. الساعة 7:45 كاميرات المراقبة جابته وهو راجع مرة تانية لمسرح الجريمة، واستمر هناك لحد الساعة 8:49، يعني قعد هناك ساعة كاملة. خلال الساعة دي كان بيربط ايد أليس ولفها بالأكياس اللي معاه، وبعدين نزل للنهر، حفر حفرة وسحب الجثة بتاعتها جوه الحفرة اللي عملها. بعد كده أرنيس غير هدومه وخرج من مسرح الجريمة وكأنه ما عملش أي حاجة. تاني يوم أرنيس ظهر في كاميرات المراقبة الساعة 9 الصبح وهو ماشي قريب من مسرح الجريمة، وتقريبا هو كان هناك وقتها عشان يطمن ان لسه مفيش اي حد قدر يوصل لجثتها. واخر مرة ظهر فيها أرنيس عند شقته كان يوم 3 سبتمبر سنة 2014، ومن وقتها محدش يعرف عنه اي حاجة لحد يوم 4 اكتوبر سنة 2014 الشرطة اكتشفوا جثة لواحد متعلق على شجرة في بوستون مانور بارك الموجودة على بعد 20 دقيقة مشي من المكان اللي أليس اتقتلت فيه. الشرطة أخدوا عينة من الجثة دي عشان يعرفوا هو مين صاحبها، لأن الجثة كانت متحللة بشكل كامل، والنتيجة أثبتت إن صاحب الجثة دي هو أرنيس زالكنز اللي انتحر بعد الجريمة الصعبة اللي عملها. بعد 3 شهور وتحديدا في أكتوبر سنة 2015 الشرطة عملوا بيان بيقولوا فيه إن أرنيس لو كان عايش دلوقت كان هيواجه تهمة قتل أليس جروس، بس هو انتحر عشان يهرب من العدالة. بعد القضية دي حصل للشرطة انتقادات كتير جدا لأكتر من سبب. أول حاجة إن الشرطة سمحوا لمجرم خطير زي ده إنه يدخل للندن من غير ما يعرفوا أي حاجة عن الجرائم اللي عملها. الناس كمان كانت بتنتقد الشرطة لأنهم اتأخروا جدا في إنهم يلاقوا جثة أليس وجثة أرنيس، وفي عدد كبير من الناس كانوا بينشروا صورة القارب كان بيعمل عملية البحث، والقارب ده كان ماشي في مكان قريب جدا من الجثة بتاعتها قبل 3 أسابيع من اكتشاف الجثة. وحتى جثة أرنيس اللي كانت متعلقة على شجرة الشرطة ما قدروش يوصلوا لها غير بعد وقت طويل جدا. بس الشرطة ردوا على الكلام ده بأن الجثة بتاعته كانت في منطقة غابات كثيفة وكان صعب جدا انهم يوصلوا لها. الناس ردوا بأن أصلا وظيفة الشرطة انهم يدوروا في الأماكن اللي صعب الوصول ليها، وبما ان هو قدر انه يوصل هناك فأكيد الشرطة هي كمان تقدر توصل لهناك. الشرطة كمان قالوا ان التأخير في انهم يلاقوا جثة أليس ما غيرش اي حاجة في القضية، لان اصلا أليس ماتت قبل ما اهلها يبلغوا الشرطة عن فقدانها. بس كده تكون انتهت قضية النهاردة، وكنت عايز اعرف رأيكم، هل كنتوا متوقعين ان أرنيس انتحر ولا كنتوا فاكرين انه هرب مرة ثانية للاتفيا؟ مستني رأيكم في الكومنتات. وبس كده تكون انتهت قضية النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.